أنا كشخص خبير بالسيارات بتهمني التفاصيل قبل الشكل. قبل ما اشتري سيارة أو لما تجيني سيارة بشيكها من جوا، أول شي من داخل الانتيريال. أنا كشخص مثلا بحب أشرب فنجان قهوة بالسيارة، على طول يكون فنجان القهوة موجود، لذلك بدور على الكب هولدر اللي هو مكان وضع فنجان القهوة. تمام. كثير ناس بيشتروا سيارات معجبين بشكلها الخارجي، لما يطلع بالسيارة ويتدبس فيها وبيشتريها بيكتشف مثلا انه ما فيها فتحة سقف، ما فيها نافيجيشن، ما فيها كاميرا، بعدين بيروح بيتهاوش وبيصرخ، والغباء منك انت. تعالوا نشوف الغباء الجديد لتصاميم شركة مرسيدس. طبعا هاي مرسيدس زد 4. شوفوا ما في كب هولدر، يعني ما فيك تحط فنجان القهوة. تخيل وين حاطين فنجان القهوة؟ هون. تخيل يعني اذا انت بدك تشرب قهوة هذه هون ووحدة ورا، يعني لو المزة جنبك تاخذ لك شفة قهوة او شفة عرق. ما شوف التصميم، شوف تخيل. هذا هو غباء مرسيدس. فمن الطبيعي انه يكون الكب هولدر هذا هو مكانه الطبيعي، مو هون. لا حول ولا قوة. رجاء أصدقائي الغوالي خبروني بالتعليقات، هل أنا صح أو صح؟ إذا كنت صح اكتبوا صح يا أصيل، وإذا كنت صح كمان اكتبوا صح يا أصيل. أنا بقبل النقد البناء، أنا ديمقراطي. يلا حيهم، السلام عليكم.